السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد معانا. احنا دلوقتي يعني عملت لكم الفيديو دوت علشان احنا دلوقتي في موسم شراء الزبدة. حبيت ان انا اعمل الفيديو ده علشان اي واحدة عايزة تشتري زبدة ما تتخمش. ايه الوقت الصح اللي تشتري فيه زبدة؟ ايه الوقت او ايه المكان اللي تشتري فيه؟ تشتري انهي نوع، جاموسي ولا بقري؟ تعرفي الزبدة كويسة منين؟ فدي حاجات كتير جدا جدا، معلومات كتير قوي قوي قوي. حبيت ان انا اعمل لكم الفيديو ده علشان تعرفوا الملف الزبدة ده من اوله لاخره. انا مقسمه الفيديو ده على مرحلتين. اول حاجه خالص، المرحله الاولانيه او الفيديو اللي انا هتكلم فيه ده اللي هو ازاي اشتري الزبده صح وما اتغشش فيها. الفيديو التاني بقى خلاص اشتريتها واستقريت عليها، ازاي بقى اعرف اسيحها. فالفيديو اللي بعد دوت على طول ازاي بقى اعرف ان انا اسيح الزبده واطلع منها احلى سمنه بلدي، وتعيش معايا السنه كلها وبره التلاجة وبره الفريزر كمان. انتوا عارفين ان انا دايما بحفظ الحاجه، ودايما بقول لكم على الفيديوهات اللي بتحفظ الحاجه بره التلاجة وبره الفريزر آم، طول السنه. زي يعني ايه، بتفضل قاعده ل 12 شهر، زي النهارده زي بعد 12 شهر. النهارده بقى معايا الفيديو دوت حلو جدا، ازاي اشتري الزبده صح. ازاي بقى؟ اول حاجه خالص ببتدي ان انا اشوف وقت الشراء بتاعي. يعني ايه وقت الشراء؟ يعني ما ينفعش ان انا اشتري الزبده بتاعتي مثلا اقول ان انا هشتريها في شهر 7 او 8 او 9، لا. الزبده ليها وقت معين احنا بنشتريها فيه، اللي هو وقت ايه؟ من نص 12 لحد 3. خلاص، يبقى من نص 12 كده نبتدي ان احنا نقول عايزين نشتري زبده لحد شهر 3 معاكي. ده احلى وقت بتشتري فيه الزبده، اللي هو زي ما بيقولوا كده شهر طوبه كله، وشهر امشير كمان. شهر امشير كمان بيبقى احلى كمان من شهر طوبه. خلاص، فده الوقت اللي احنا بنشتري فيه الزبده. خلاص طيب. بالنسبه بقى انا عايزه اشتري زبده، قدامي زبده صفرة، وقدامي زبده اللي هي زي ما انتم شايفين كده بيضه. احنا بنقول عليها بيضه لكن هي بتبقى مخضره شويه. مخضرة ليه؟ علشان المفروض ان زي ما بيقولوا كده البهايم بتاكل البرسيم، فكل ما البهايم تاكل برسيم اكتر الزبدة بتاعتها تطلع مخضرة شوية. لكن الزبدة لما تكون بيضة شهقة كده، لا، اعرفي ان دي زبدة مش كويسة، زبدة مغشوشة. الزبدة الاصلي الجاموسي لازم تكون خضرة، خضار خفيف خالص خالص. دي معناها ان هتطلع معاكي زبدة سمنة حلوة، لان الحيوان يعني اللي واكل برسيم فبيرمي زبدة او سمنة حلوين قوي. خلاص طيب. اشتري بقى جاموسي ولا بقري؟ بصوا بقى، انا عايزه اقول لكم على حاجه. في ناس بتفضل الجاموسي وفي ناس بتفضل البقري. طب هو ايه الفرق اصلا؟ هقول لكم. الجاموسي اللي هي دي، خلاص، الجاموسي اللي هي دي بتبقى سمنه تقيله، او زي ما بيقولوا زبده تقيله، بيبقى هو ده اللون بتاعها، بيبقى ابيض مخضر بسيط جدا. خلاص. انما البقري دي بتبقى اللي هي الزبده الصفراء. ناس كتير قوي بتستخدمها في الحلويات عشان بتبقى اخف. خدوا بالكم يا جماعه، الزبده الصفرا دي بتكون مستورده، لان مفيش عندنا ابقار في مصر. دايما بتبقى مستورده، دايما بتبقى مستورده، اللي هي بتبقى مثلا جايه من النيوزيلندي، من استرالي. يعني بتبقى دايما ايه، مستورده. يعني الزبده، خدوا بالكم، الزبده الصفرا محدش يقول لكم ان الزبده الصفرا بلدي، لا، الزبده الصفرا دي دايما مستورده. واحسن نوع فيها هي النيوزيلندي، دي بتبقى لونها اصفر. لكن ناس كتير جدا بتفضل الجاموسي، بيطبخوا بيها، بيعملوا بيها الاكل، وهي دي المناسبه للاكل. لكن في ناس تانية تقول لك لا، احنا عايزين حاجه اخف شويه، فبيستخدموا البقري. خلاص. طب احنا النهارده هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على السمنه، الزبده اللي هي الجاموسي. خلاص طيب. دي اول حاجه اللي هو ايه اللي احنا قلنا عليها، اللي هي وقت الشراء. انا كده فهمتكم الفرق ما بين الجاموسي والبقري. طيب. اول حاجه كده خلاص قلنا وقت الشراء بيبقى من نص 12 لايه، لحد شهر 3. طيب. ازاي بقى اعرف انا خلاص دلوقتي مثلا هنقول ان احنا في شهر 1 او في شهر 2 وعايزه اشتري الزبده، خلاص هبتدي ان انا اشتريها اهو. خلاص. بعمل ايه؟ اول حاجه لازم اشتري من حد ثقه. حد ثقه جامد جدا جدا جدا. ليه؟ لان الزبده عايزه اقول لكم بتتغش بطريقه مش قادره اقول لكم. التجار والفلاحين بيغشوها وبيتفننوا في غشها. مش قادره اقول لكم، بيتفننوا فعلا في غشها. فلازم تكوني حد واثقه فيه. طب لو حد مش واثقه فيه، بتبتدي الاول تجيبي منه نص كيلو، وبعد كده او كوره زي دي واحده بس تجربيها. ولو طلعت معاكي كويسه تبتدي تجيبي، لان خدوا بالكم ان الزبده
الجاموسي بتبقى غاليه، يعني انا شارياها السنه اللي فاتت كانت ب 160 جنيه، الزبده مش السمنه. الزبده غاليه. يعني لو شفتوا ناس بتبيعوها ب 70 80 100 120، لا كل ده كلام فاضي، الزبده غاليه. خلاص، فلازم تشتروها من حد انتوا واثقين فيه. برضو حتى لو انتوا اشتريتوها من حد واثقين فيه، لازم تخضع لشويه تجارب كده، وانت عند الراجل او انت عند الست الفلاحه اللي بتجيبي منها. خلاص، تعرفي اذا كانت الزبده دي اصلي ولا مغشوشه. خلاص، اول حاجه كده انت ما تتكسفيش خالص ان انت تاخدي منها. خلاص، على طرف ايدك كده، وتبتدي زي ما انا بقول لك كده. بصوا، ساحت. بصوا، ساحت في ايديا خالص خالص خالص. بصوا، تاني حاجة وهي بتسيح كده، انا مش زي ما بيقولوا كده، خدوا بالكم ده، بصوا اللمعان اللي فيها دي كده زبدة اصلي. تاني حاجة هي زي ما بتكون كده ايه، مش مدهننة. يعني انا انتوا شايفين ان هي مدهننة، لكن لا، هي مش مدهننة خالص في ايديا، خالص خالص خالص. بصوا ساحت في ايديا زي ما بصوا. انما التانية لا، التانية بتبقى فيها طبقة دهنية كده غريبة شوية، يعني ايه، او مفتفتة زي ما بيقولوا. دي بيكونوا غشينها بدقيق او بطاطس مهروسه، فبتبقى زي ما بتقولي كده، لو انت خدتيها على راحه ايديكي كده ودعكتيها بتدوب كلها في حراره الايد، كانك حاطه زيت، وفي نفس الوقت هي مش مدهننه. خلاص، ما تتكسفيش برضو خالص خالص انك انت تاخدي حته كده وتقومي ضايقاها في سقف بقك كده. لو انت لقيتي طعمها بيدوب زي ما دابت في ايديكي دابت في بقك على طول، يعني باللي هو ايه، بدرجه حراره البق دابت وما بقاش ليها اي، يعني ما بقاش ليها اي اثر، تبقى دي زبده اصلي. انما لو جرمست شويه، لا، لو سابت طبقه دهنيه في البق زي ما بيقولوا كده جرمسه، تبقى دي معموله زي ما بيقولوا كده بيغشوها. انا عايزه اقول لكم بيتفننوا، ساعات يحطوا فيها دقيق، وساعات يحطوا فيها بطاطس مهروسه، وساعات يحطوا كمان فيها سمنه نباتي. فالسمنه النباتي خدوا بالكم بقى، طبعا غير الزبده الاصلي. السمنه النباتي لما بتيجي تحطيها كده بتبقى مرمله شويه، وبتبقى ما بتسحش معاكي، بتفرفت معاكي. تاني حاجه بتدي طبقه دهنيه عاليه قوي سواء في البق او الايد. لكن الزبده الاصلي لا، ما بتعملش كده. خلاص، برضو عايزه اقول لك ان مفيش مشكله خالص خالص ان انت تقولي لها افتحيها لي من النص. خلاص، لو الفلاحه اللي معاكي انسانه كويسه، لا مش هتخاف. خلاص، ليه بقى؟ لان زي ما قلت لك من جوه، بصوا بيبقوا حاطين فيها، بصوا بقى هنا بيبقوا حاطين بقى هنا فيها، وتفضلي تفتحي كده تفتحي فيها، ما تكسفيش، انت دافعه فلوس بتفتحي فيها كده اهوت، لانه بيبقى حاطين جواها دقيق ومتدوب كده بميه وعاملينه بطريقه معينه. عشان كده بقول لكم هم بيتفننوا. وساعات بطاطس مهروسه، بصوا بقى من جوه. وساعات ناس تحط قطن، يعني عايزه اقول لك بيتفننوا. بصوا من جوه. وساعات ناس تخليها فاضيه كده، تبقي شيء. بصوا اهو، هي في حراره المطبخ او حراره الايد كده، بصوا بتسيح كلها. عايزه اقول لكم زمان، بصوا يعني انت لو حطيتيها كده خلاص الجلد شربها، خلاص الجلد هيشربها. عايزه اقول لكم زمان ده كانوا بيحطوها على الشعر والجلد عشان تنعم الشعر وتنعم الجلد، من كتر ما هي خفيفه. خفيفه جدا. اول ما تحط على الايد او الوش، ما قصدي على الايد او الشعر، لا ما بتجرمس خالص، الجلد او الشعر بيتشربها على طول على طول. خلاص، فدي اهم الحاجات اللي تاخدي بالك منها كويس جدا. خطوه بقى اخيره وحاجه اخيره خالص، هو احنا ليه اصلا بنشتري الزبده وبندفع فيها دم قلبنا وليه وغاليه وحرام ومش حرام والدنيا اللي احنا الغلا اللي احنا فيها دي؟ هقول لك ليه بقى، عشان دي حاجه مهمه جدا. انا عايزه اقول لك ان انت يعني لو انت ما دفعتيش، يعني زي ما بيقولوا كده هوت، او على الاقل قوي جبتيها، هتضطري ان انت تستخدمي السمنه النباتي او السمنه الصناعي. عايزه اقول لكم، مش قادره اقول لكم على الخطوره اللي فيها السمنه اللي هي النباتي. دي السمنه النباتي دي بتبقى يعني اصلها بيبقى زيت نخيل كويس، ودخل على عمليه هدرجه فتحول بقى سمنه. خلاص، بتبقى حاجه اسمها دهون صلبه او دهون متحوله، او بمعنى اصح زيوت مهدرجه. عايزه اقول لكم، مش قادره اقول لكم على كميه الخطوره اللي بتبقى والامراض اللي بتعملها السمنه دي. انتوا لو انتم متابعيني، كميه الامراض من ارتفاع في الكوليسترول، امراض القلب بكل انواعها واشكالها، ضغط الدم، كل انواع الامراض اللي انت متخيلاها اللي اكتشفت واللي لسه لم تكتشف، بتبقى اصلها من الزيوت اللي هي المهدرجه، او ناس كتير جدا بتحذر منها اللي هي الدهون الصلبه والدهون المتحوله. طيب،
انتوا لو متابعيني بقى من اول خالص وتشوفوا انا بطبخ ازاي، انا بطبخ بحاجتين: يا اما بجيب السمنه اللي هي البلدي، يا اما بالزيت، الزيت اللي هو الزيت العادي خالص، اللي هو زيت عباد الشمس. ومفيش احسن من صحتنا، لان انت النهارده هتسترخصي، هتيجي بعد كده هتدفعي اكتر من اللي انت دفع، يعني اكتر من اللي انت وفرتيه، اضعاف مضاعفه في صحتك بقى، ادويه ودكاتره وعمليات. طب وليه؟ احنا ممكن قوي، يعني ايه، لو هي غاليه علينا احنا ممكن نجيب نص الكميه. لو مثلا بنجيب 10 كيلو، لا نجيب 5. لو بنجيب 5 نجيب 3. وبدل ما نستخدم 3 4 معالق نستخدم معلقه. بس اسمها صحيه، يعني في الاخر السمنه الطبيعي او الزبده الطبيعي دي اسمها يعني صحيه. اولا هي مش متحوله خلاص، دي دهن طبيعي جاي من دهن اللي هو الايه، اللي ما بيقولوا الجاموسه من جوه. فبتبقى حاجه طبيعيه، ما دخلتش على عمليات هدرجه، وما دخلتش على عمليات تحول ان هي تبقى فيها يعني ايه، تبقى فيها خطورة. فأسلم حاجة هو الزيت بصورته الطبيعية جدا، أو السمنة الطبيعي اللي هي الزبدة زي ما بيقولوا كده. أنا قلت لكم عشان الغلاوة ممكن بدل ما تستخدمي 3 4 معالق في الأكل، ممكن تستخدمي معلقة أو معلقتين كفاية، بس تستخدمي حاجة صحية. أنا عمري ما استخدمت السمنة اللي بره دي أبدا، مهما يقولوا لي طبيعية ومهما حلوة ومهما جميلة. أنا عندي أطبخ بزيت، زيت احسن، او اعمل الاكل ني في ني او مشوي، احسن 100 مره من السمنه والسمنه النباتي اللي بره، والسمنه الصناعيه اللي بره اللي بتبقى فيها دهون متحوله ودهون صلبه وزيوت مهدرجه. لا ابدا، صحتك احسن حاجه، او صحتك دي ربنا هيحاسبك عليها، لازم تحافظي عليها. ودي يعني ممكن تكون خطوة ان انت تقللي في نسبة الدهون اللي داخلة لجسمك. يعني بدل ما تستخدمي معلقتين وثلاثة، لا دي بتبقى خطوة ان انت تستخدمي لا كفاية معلقة واحدة. يعني انا بستخدم معلقة معلقة من السمنة مع معلقة من الزيت، بس كفاية كده قوي. مع مثلا الرز كفاية قوي. فدي حاجة بتبقى حلوة جدا جدا جدا. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. وان شاء الله الفيديو اللي بعد كده على طول ازاي هعرفك ازاي ان انت تسيحي بقى سمنة، او تسيحي الزبدة وتخليها بقى سمنة طبيعي. بعد الفيديو ده ان شاء الله ان شاء الله ولا حد هيضحك عليكي في موضوع الزبدة ولا حد. وان شاء الله باذن الله هتعرفي ان انت تسيحي الزبدة كويس قوي قوي، وهطلع لك زبدة ناجحة 100% ان شاء الله، وتقعد بره الفريزر وبره التلاجة كمان. يا رب يكون الفيديو خفيف عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.